في لمسة قلب بشارك معاكم قصص وأحاسيس تلمس قلوبكم وتداوي جروحكم وتديكم أمل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة موجه للراجل. سؤال بسيط لحضرتك: لو صحيت الصبح وبصيت في المراية وضحكت هتشوف ايه؟ طيب لو بصيت وانت مكشر هتشوف ايه؟ مظبوط، هتشوف نفسك في المراية بالشكل اللي انت عليه بالظبط. ده واقع حياتك الزوجية. زوجتك هي مرايتك، بتعكس نظرتك ليها. يعني لو نظرتك ليها فيها حنية وحب هتلاقي حياتك كلها حنية وحب، ولو نظرتك ليها فيها قسوة وكراهية هتلاقي ده بينعكس على حياتك. تخيل كده معايا، لو دخلت المطبخ تجهز أكلة لنفسك، شغلت البوتاجاز وحطيت الحلة على النار، ايه الناتج اللي هيطلع لك؟ الناتج هو خليط المكونات اللي حطيتها، فلازم بالأول تعرف انت حابب يكون طعم الأكل ايه. حياتك الزوجية نفس الحال، انت حابب تكون عاملة ازاي؟ لو حابب حياتك تكون سعيدة املاها بحبك، ولو حابب تكون حياتك جافة املاها بالقسوة. قبل ما تحكم على زوجتك انها نكدية او عصبية او مش مهتمة بيك، لازم تعرف ان ده انعكاسك عليها. حاول تحبها، تشبعها حنية زي اللي كانت بتشوفها في بيت اهلها. بلاش تضايقها او تعمل حاجة ممكن تنرفزها. جرب كده شوية حب، شوية حنية، شوية مرضية لنفسيتها، شوية استيعاب لتقلبات هرموناتها المزاجية، شوية احتواء لوجعها، وشوف النتيجة هتكون ايه. صدقني الست أبسط ما تكون، أقل كلمة بتفرحها وأقل تصرف بيخليها طايرة وتحاول تساعدك على قد ما تقدر. مثال حقيقي حصل في اختبار للسيدات، سألوا أزواجهم ايه أكتر شيء مش بتحبه في زوجتك. كل زوج قال عيوب زوجته اللي مش بيحبها، إلا واحد زوجته كانت دايما عصبية طول الوقت. الراجل ده كان رده بسيط جدا، قال: أنا بحب زوجتي زي ما هي بكل صفاتها ومش شايف فيها عيوب، وإلا ما كنتش كملت معاها لحد دلوقتي. وكانت النتيجة إن الزوجة حاولت تتغير للأحسن عشان تسعد زوجها، وتحولت عيوبها للمميزات أي شخص بيتمناها في زوجته. ابتدي من النهاردة وبإذن الله حياتك هتتغير للأحسن. وأخيرا، لو عجبكم الفيديو وعايزين الرسالة توصل لكل زوج، لايك واشتراك عشان تساعدوني نوصلها. دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.